جاي على بالي أعمل كريب بس بنفس الوقت ما بدي تكون الزينة زينة تقليدية. تعالوا نعمل مع بعض 3 أشكال للكريب رح تعجبكن أكيد، أنا متأكدة. الشكل الأول فردت رغيف الكريب وحطيت له شوية شوكولا وشرايح موز، وعندي كمان هذا الكيك اللي عليه شوكولا الجاهز، كمان هيك حطيت قطع من الكيك، ولقيت عندي قشطة كمان حطيت معلقة. هلأ بالنسبة للحشوة شو ما بدكن انتو فيكن تحشوه، فيكن بس تدهنوها شوكولا، فيكن بس قشطة أو كريمة أو فواكه. أنا من المتوفر حطيت، بعدها لفيتها وقطعتها هيك بالسكين، طلع شكلها متل الرولات. بنحطّن هيك بالصحن بنصفّن على الواقف بيطلع شكلها متل السوشي، كتير شكلها حلو. هذا الشكل الأول. هلأ تعالوا نعمل الشكل التاني. فردنا رغيف الكريب، حطينا بالنُص شوية شوكولا لحتى تلزق عليها قطعة الكيك، حطيت فوقها القشطة والموز كمان. وبعدها رح نلف رغيف الكريب متل ما كون شايفين من اليمين واليسار، هيك حتى طلع معنا على شكل مربع، حطيناها بالصحن. هلأ بنعمل الشكل التالت، بنفرد كمان الرغيف، بنحط بالنص شوية شوكولا، قطعة الكيك، القشطة، الموز. هلأ طريقة اللف، بدنا نسكر الرغيف هيك نجمعه بإيدنا بس بطريقة تكون مرتبة، وبعدها بتجيبوا أي سيخ أو عود خشبي بتفوتوها هيك من أولها لآخيرها لحتى تثبت. حطيناها بالصحن. هلأ إجا وقت الزينة، زينتها بشوكولا سودا وشوكولا بيضا، مدوبتن أنا بحمام مائي. هي الشكل التاني، وهي بالشوكولا البيضا. وهلأ رح نزين الشكل الأخير. وعندي فستق حلبي رشيت على كل وحدة، بيطلع الشكل خرافي. وهي النتيجة النهائية اللي طلعت معنا. خبروني انتو بالتعليقات أنو شكل حبيته أكتر. أنا صراحة حبيت هذا الشكل التاني بجنن. إذا عم تعجبكم فيديوهاتي ما تنسوا تتابعوني على اليوتيوب، الرابط بالبايو.